كنت في فترة ما كنت شغال في شركة هموت واقول اسمها الصراحة، بس يعني احتراما للعيش والملح زي ما بيقولوا مش هقدر اقول اسمها. كنا في فترة التريننج، كنا كلنا مبسوطين وبنحاول ان احنا نعمل حاجة ونتعلم كويس الوظيفة بتاعتنا والمهام بتاعتنا وازاي ان احنا نعمل شغلنا على اكمل وجه. للأسف الشديد في يوم الهيد بتاعت التريننج دخلت علينا وزعقت فينا فجأة كده بطريقة مش كويسة، وقعدت تقول انتوا مجرد ارقام ملكوش لازمة. هي طبعا ما بقتش ملكوش لازمه، بس كانت الطريقه بتاعتها توحي بده. طبعا كلنا خدنا الصدمه، ازاي ان الهيد بتاعت التريننج تقول لنا كلمه زي دي؟ يعني احنا مجرد ارقام؟ احنا مش كده، احنا موظفين، احنا جايين ان احنا نعمل هنا دور للشركه ونحاول ان احنا نساعد العملاء بتوعهم ونحاول ان احنا نعمل حاجه كويسه، يعني بنقدم خدمه وبناخد قصادها اجر، ده المفروض. لكن للاسف الشديد انا لما جيت فكرت في الموضوع، انت حرفيا من اول يوم في حياتك وانت بتتعامل كانك مجرد رقم. على سبيل المثال، اول يوم ليك في المدرسه لحد اخر يوم ليك في الجامعه اصلا بتتعامل كانك رقم. مش مهم انت فاهم الماده ولا لا، مش مهم بتعرف تطبقها بشكل عملي ولا لا، او بتعرف تحللها بشكل منطقي ولا لا، لا لا لا, لا مش لازم. المهم انك تكون حافظ شويه معلومات مالهاش اي 30 لازمه عن الماده، وتدخل ترميها في امتحان نظري ما بيقيمش ابدا اي حاجه عن فهمك للماده ولا تحليلك ليها ولا طريقه فهمك ليها. للأسف الشديد احنا بنمشي في الدايرة دي فترة كبيرة جدا لحد ما بنوصل للثانوية العامة، ودي أكبر كارثة، لأن حرفيا الدرجة اللي هي البسيطة خالص ممكن تغير أحلامك كلها وتدمرها. مش بس إنك لو كنت مثلا نفسك تبقى دكتور ومعرفتش تدخل طب على نص درجة ولا درجة، لا لا لا، أنت ممكن كمان تكون جايب تقدير عالي جدا 100% حتى، بس برضه ما تقدرش تدخل كلية وليكن زي تجارة زي حقوق بسهولة. هتقنع أهلك إزاي؟ هقول لك لا، أنت تقديرك كبير، أنت جايب درجات عالية، عايز تدخل الكلية دي ازاي؟ ادخل طب، ادخل طب اسنان. فللأسف الشديد التفكير بتاع الأرقام ده مسيطر علينا لحد دلوقتي. هتخلص الجامعة الحمد لله، والحمد لله هبدأ بقى حياتي وهشتغل واخلص بقى من الدوامة دي. الشغل بقى هو أبو الأرقام بقى، تارجت، أداء وظيفي برضه بيتحط على أساس أرقام ما تفهمش أصلا على أي أساس. لا بتقيمك ولا بتقيم شغلك ولا بتقيم أدائك في العموم، ولا اخلاقك ولا اي حاجه خالص، مجرد رقم حد حطه لك وخلاص. المدير طبعا ولا ايه بيقيم بمزاجه. في الجامعه، في الجامعه بالذات في حاجه نسيت اقولها شويه، ان كمان بيتدخل مع موضوع الرقم مش بس مجرد امتحان، لا لا لا، كمان راي الدكتور عنك، هو شايفك كويس ولا لا. ومش لازم اصلا نظرته دي تكون صح، ممكن تكون بنوته مثلا زميلتك بس هو مثلا بيحب البنات شويه فممكن يديها درجه احسن. وده طبعا خصوصا في المواد اللي المفروض فيها بعض الأجزاء بتخضع لتقييم الدكتور. في كمان للأسف الشديد بعد ما ربنا يكرمك بقى وتشتغل وكل حاجة وتتأقلم على الظروف وتقول تمام خلاص، يعني أيا كانت الدرجات والأرقام والكلام الفارغ ده، أنا هعمل شغلي وآخد مرتبي وخلاص. هتيجي بقى للبعبع الكبير، الجواز. الجواز ده للأسف الشديد بقى فعلا هو أكبر مثال على دوامة الأرقام دي. لو رقمك كبير في البنك للأسف الشديد هتقدر تتجوز أي بنت أنت عايزها، حتى لو للأسف ما كانتش بتحبك ولا حتى ميالة ليك. بنسبة كبيرة طبعا، يعني مش كل الناس كده، بس كتير من الأهالي بتفكر بالطريقة دي، بتفكر في المستقبل بتاع بنتها بس عن طريق إن واحد مثلا يبقى ماديا كويس، يكون معاه رقم كويس. يعني لو تقدم لهم مثلا اتنين، واحد معاه وليكن مبلغ ما من المال كويس جدا، وحد يعني لسه بيبدأ حياته، لا يقول لك لا، الأفضلية طبعا للي هو كويس جدا. مش مهم بقى أخلاقه، مش مهم بقى تفكيره، مش مهم بقى يحافظ على البنت أصلا ولا لا، مش مهم معاملته ليها، مش مهم حاجات كتير جدا جدا جدا. للأسف الشديد في مصر ما بقوش بيفكروا بالطريقة دي، ومش عارف أصلا إحنا وصلنا إزاي للمرحلة دي، إن إحنا زمان ما كناش اصلا بنفكر بالطريقه دي. ايه اللي اتغير في المجتمع انا مش عارف. حتى كمان لو انت عايز تبقى ممثل، يعني ده مثال ممكن يكون بعيد كتير عن حضراتكم يعني.
كل ما يكون عندك فولورز اكتر، يعني زي حالاتي كده، انا عندي تقريبا 200 سبسكرايبر، يعني قد الدنيا. آه هيبقى ليك فرصة كبيرة انك تمثل. ممكن تكون موهوب بكل حاجة، بس للأسف الشديد مش دايما بتظبط في موضوع انك موهوب ولا لا. فدوامة بقى كبيرة جدا، ارقام 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 في كل حاجة. في حد يجي يقول لي طب ما هو يا عمر، ما هو حتى في الدين ما هو بيقول لك الحسنة بعشرة أمثالها مثلا، بس نسيوا كلمة أو حاجة صغننة خالص في القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء. يعني ربنا لا هيبص لا على أرقام ولا على أي حاجة، هيبص على نيتك، على أعمالك، على حاجات كتير جدا. فبلاش نخلي الأرقام دي تتحكم في حياتنا. ومش لازم كمان إن إحنا نهمل برضو موضوع الأرقام، أنا مش هنكر ده، إحنا في زمن للأسف كل حاجة فيها مع الأرقام، بس ما تخليش جريك ورا أرقامك يخليك تبقى إنسان بلا قيمة، مجرد آلة، مجرد حد بينفذ تعليمات وخلاص، مجرد حد باصص على الرقم ويوصل له ازاي وبس، وبيهمل كل الجوانب التانية الخاصة بالشيء اللي هو بيعمله ده. يا راجل، ده حتى المنح اللي هي المفروض، يعني احنا اتعلمنا من صغرنا قد ايه الغرب بيشوف الكفاءة وقد ايه انت كويس وقد ايه انت فاهم والكلام ده. ساعة الجد هتلاقي ان هما ما بيبصوش غير على ارقام بس، تقدير، درجات بس. بنسبة كبيرة طبعا، مش كل الكليات بس ده الغالب. يا راجل، ده انت حتى لو ربنا كرمك في الكلية وجبت تقدير كويس وطلعت حتى من الأوائل، ممكن ما يختاركش لسبب بسيط خالص، إن في حد جايب تقدير أعلى منك. أنت طالع مثلا وليكن السادس السابع، وهم عايزين مثلا 3، هيقول لك لا، هناخد ال3 الأوائل بس. وهيغفلوا بقى مين بيعرف يدرس، مين يقدر يبقى مسؤول عن طلبه، مين عنده فيجن، مين عنده ثقافة المواد اللي هو درسها أصلا. ما هو هيفرق في مثلا لو حد زايد عني درجة درجتين بس أنا فاهم أكتر منه. فلحد إمتى هنبقى بالطريقة دي والتفكير ده؟ هل هيجي اليوم اللي هنعرف فيه إننا بني آدمين مش شوية أرقام، ولا مفيش فايدة؟ على العموم، ده كان فيديو قصير، كنت حابب كده أفضفض معاكم، خصوصا إن أنا بقالي كتير جدا ما بعملش فيديوهات، بقالي تقريبا داخل في 3 سنين أهو. فإن شاء الله ربنا يكرم واكمل، خصوصا ان انا الحمد لله اتخرجت من معهد سينما، فلحد ما اتفرغت ليكم، وان شاء الله احاول ان انا اواظب بشكل كويس ان انا اعمل فيديوهات على قد ما اقدر. وكمان هيبقى في فيديوهات سواء فيها افكار مثلا من عندي حابب اناقشها معاكم، او مثلا سيرة ذاتية، او حاجة في السينما، او ايا كان. برضو انا حابب ان انتوا تشاركوني، تقولوا لي هل موضوع الارقام ده هيفضل يكمل معانا، ولا هيجي اليوم ان احنا نتغير والإنسان يبقى فعلا ليه قيمة حقيقية مش مجرد رقم وخلاص. فمستني أراكم في الكومنتات. ادوني لايك لو انتوا مبسوطين من اللي أنا قلته، وادوني ديسلايك لو عايزين، أو لأ بلاش. ويعني لو عجبكم القناة بتاعتي، أنا لسه ببدأ يعني، فهكون مبسوط أوي لو عملت سبسكرايب. أشوفكم الفيديو الجاي.